تخيل صفارات الإنذار بتشق السماء، ضوء أحمر محاوطك من كل ناحية، والناس عمالة تبص لبعضها ومش فاهمين ده حلم ولا حقيقة. ده مش فيلم ولا خيال، ده ممكن يكون أكبر كارثة هيمر بيها البشر. الحرب العالمية التالتة، الأحداث اللي هتتم في خلال الحرب العالمية التالتة، ده كله هنعرفه من خلال الفيديو ده. بص يا صديقي، العالم اللي احنا عايشين فيه ده في أقل من دقيقة ممكن يتغير للأبد. الشرارة اللي ممكن تولع الدنيا. في البداية كده خلونا نرجع بالتاريخ لورا شوية. سنة 1945 كان فيها بيتم استخدام أول سلاح نووي في اليابان، ومن اللحظة دي العالم كله دخل في عصر جديد. خد بالك، السلاح ده مش زي اي سلاح خالص. السلاح ده لو حد استخدمه غلط حرفيا وبدون مبالغة ممكن يمسح مدن من على الخريطة خالص. الفكرة في منع استخدامه حاليا هي حاجة بسيطة جدا، ان لو في دولة معينة ضربت بيه، الدولة التانية مش هتسكت، لان في خلال ما الدولة الاولى بتضرب الدولة التانية هتكون بترد نفس الضربة، والنتيجة دمار للطرفين. يعني لو جينا نحسبها بحسبة بسيطة، القرار مش انتصار، القرار هو معناه نهاية متبادلة للطرفين. طيب انهي دول عندها السلاح ده؟ امريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، الهند، باكستان، وكوريا الشمالية وإسرائيل. وأكبر مخزون موجود عند أمريكا وروسيا. يعني عايز أقولك بس إن أي صدام بس ما بينهم كده هيعتبر كارثة ونهاية لكوكب الأرض كله. طيب خلينا نتخيل كده إن لو الحرب العالمية فعلا حصلت، إيه اللي هيحصل وإيه الأجواء ووضعنا هيبقى عامل إزاي؟ مبدئيا كده أول دقايق وانفجار واحد بس كفيل يعمل موجة حرارية أقوى من أي حريق عرفناه ولا شفناه قبل كده. تاني حاجة، ضغط يهد المباني كلها. احنا كبشر مش هنلاقي فرصة للهروب، وطبعا مدن كتير هتختفي في لحظة. الساعات الاولى بعد الضرب، اشعاعات طبعا في الهواء، مية ملوثة، مستشفيات خارجة عن نطاق الخدمة، كهرباء مقطوعة، وشبكات اتصال منهارة. وما تفتكرش اللي نجا من الانفجار ان هو خلاص كده بقى في امان، بالعكس، ونجا من خطر راح لخطر اخطر من الخطر الاولاني. مرض اشعاعي بيصيب جسم الانسان وبيظهر بعدها بايام معدودة، وبعد ايام واسابيع لو اتضربت مدن كتير، الدخان والتراب هيبدأوا يطلعوا للغلاف الجوي ويحجبوا ضوء الشمس تماما. الحرارة هتنخفض والمحاصيل هتموت، وهيبقى فيه نقص في الأكل والشرب. يعني الموضوع مش مجرد حرب وخلاص، ده تغير كامل في شكل ونمط الحياة نفسها. طيب مصر موقفها ايه من ده كله؟ احنا كمصريين وشعب مصر موقفنا ايه؟ خليك عارف ان مصر مش دولة نووية ومش طرف مباشر في صراع نووي عالمي، لكن للأسف موقعها الجغرافي خطير جدا. اولا، قناة السويس. اي حرب واسعة هتأثر على الملاحة. طيب ماشي يا ابو حميد، عادي، يعني ايه اللي هيحصل لما قناة السويس تقفل؟ لا، ما هو الموضوع مش سهل كده زي ما انت بتفكر. اغلاق قناة السويس معناه 4 حاجات: خسائر اقتصادية ضخمة، نقص واردات، ارتفاع اسعار، ضغط رهيب على العملة. فهمت ازاي مخاطر اغلاق قناة السويس؟ طب لو الامور خرجت عن السيطرة، حياتنا كلنا بعد الحرب هتبقى عامله ازاي؟ تخيل معايا كده يا صديقي العزيز، مفيش كهرباء، مفيش انترنت، مفيش بنوك، مفيش سلاسل امداد. ساعتها الناس مش هتفكر في اي وظيفه او اي حاجه ترفيهيه قد ما هيفكروا ازاي يجمعوا اكبر كميه من الاكل والشرب. المدن الكبيره ممكن تتحول لاماكن صعب المعيشه فيها. انت اكيد جه في بالك اللي احنا اكيد هنرجع للعصر الحجري. معلش اسمح لي ان انا اقاطع تفكيرك، مش بالضروره ان احنا نرجع للعصر الحجري حرفيا، لكن بنسبه 90% هنرجع لمستوى فوق الصفر بنسبة بسيطة. طيب بعد الكلام ده كله، ليه السيناريو ده كله ما حصلش؟ عشان زي ما قلنا في الأول إن كل القوة عارفة إن مجرد استخدام السلاح النووي هو مش مجرد انتصار، هو مجرد خسارة كبيرة لكلا الأطراف. التاريخ مر بأزمات كبيرة أكتر من اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي، وبرغم ده كله العالم كله قدر يتجنب الحرب العالمية الثالثة لحد وقتنا ده. الفكرة مش إن الحرب حتمية، لكن إن العالم دايما بيلعب ناحية حافة الخطر. شرارة واحدة وقرار غلط ممكن يفتحوا باب صعب إن هو يتقفل من تاني. السؤال مش بس هل الحرب هتقوم، السؤال الأهم هي بالفعل لو قامت، هل احنا كبشر قادرين نتعامل مع أثرها؟ سلام.